مساء الخير والعافية على أحلى متابعات وأحلى فراولات، وحياكم الله حبايبي ورجعت لكم فيديو جديد. أتمنى فيديو اليوم يعجبكم تستفادون من عنده حتى لو بشي بسيط. فيديو اليوم راح يكون فيديو منوع، ما راح يختص بس الطبخ والتنظيف. راح ننتبه لنفسنا شوية لأن صراحة يعني أغلبية البنات، ما نقول الكل، لا أغلبية البنات رمضان بالنسبة لهم تقريبا 50 إلى 55% بس شغل وطبخ. يعني يختص تنظيف المواعين، الفطور، السحور، تنظيف البيت، ملابس، غسل كذا وكذا، يعني بعد تعرفون أمور البيت وشغل البيت هو. بس اليوم حبيت أبلش الفيديو وياكم. طبعا هذه قبل الفطور. كملت أنا الفطور وكملت، ضلت عندي بس العصاير ما يعني مسويتهم هم والتمر، فقلت خليني أهتم بنفسي شوية. يعني غيرت ملابسي اللي بيها ريحة طبخ، ولبست هذا الدراعة كلش حلو بنات. قماشها حلو، يعني ما أعرف شلون أوصفه لكم، كلش حلو. ولو أنا كنت ما كاويتها بعدني، مثل ما تشوفون بعد هيك مثل يعني مكسرة. لأن ما لابستها أنا، يعني اشتريتها قبل رمضان بفترة كلش طويلة، يعني ما أتوقع أنا إيش قد يمكن قبل رمضان ب4 أشهر أو 3 أشهر. هيك بالصدفة شفتها بالمحل وما تخطيتها صراحة، فاشتريتها يعني كان سعرها مناسب جدا. تقريبا 15 أو 13 هيك، يعني هذا السعر بالضبط ايش قد ما متأكدة. ومثل ما قلت لكم قماشها كلش حلو. بعد ما اشتريتها هي يعني من المحل، ظلت بالعلاقة مالتها وضميتها بالكنتور لحد ما قلت خليه أطلعها. طبعا واحدة من البنات ذكرتني، أنا لبستها بالفيديو اللي قبل هذا الفيديو وما صورتها لكم، بس واحدة من متابعاتي شفتها انتبهت لها وقالت دراعتك كلش حلوة، مع العلم طلع قليل من إيدي، فقلت خلي أصورها لكم. تجي هي من قدام مثل ما شفتوا، بيها جيوب اثنين، هذا جيوب حياكة، النقش اللي عليهن حياكة يعني تطريز يدوي، ومكتوب عليها يعني بالظهر مكتوب حلوة. كلش حبيت الكلمة اللي موجودة بالظهر. يعني باللبس صراحة تبين أكثر، هسه يعني ما مبينة، ويمكن تجي شوية كأنها عريضة، يعني هو مثل البشت الرجالي. والأردان مالتها مو كلش طوال، يعني يجي 3/4، ما أعرف يعني تقريبا 4 أصابع عن كف الإيد، يعني ما تضايق بالطبخ أو ما تضايق بالشغل. هي صح داناتها عراض بس ما تضايق، يعني حتى من تشتغلين بيها مرتفعة. فتجي وياها معاصم بلونها أو تلبسين فد شي. يعني صراحة أنا اللي كنت لابسة بنسل نيلي، فقلت خلي أظل بيه عادي، هو جوي النيلي كلش حلو. البنسل اللي أنا لابسته كان نيلي ويعني هيك بيه خط بالنص ذهبي، فصاير يعني تناسق الألوان كلش حلو، اجا وياه فد شي رائع. يعني البشت كان لونه مثل ما شفتوا، يعني كريمي على أصفر هيك شي، يميل للون الذهبي، فمن لبس سوي البنصل النيلي وبيه ذهبي اجا وياه كلش حلو. وهسه يعني طبعا بنهاية الفيديو راح أصور لكم إياه، ويعني تشي على المراية وأنا لابسته يطلع يبين شكله أكثر. وأكيد الفيديو ما راح يخلى من الطبخ. بيومها كنت مسوية سحور مخلمة. طبعا من زمان ما مسوين هذه المخلمة، ومع العلم كل شي نحبها، بس بيومها صادف كل شي عندي، وقلت ما دام يعني كل شي عندي موجود خلي أسوي مخلمة. وكان عندي اللحم المعلبات اللي صورت لكم بالبداية، يعني مسواق رمضان، لحم معلبات، فقلت خليه أسوي بيه مخلمة، لأن لحم المعلبات طعمه طيب، ما أعرف شنو النكهات اللي ضايفينها عليه. طبعا دائما نفس الجاد يضحك علي، يقول لي هسه تاكلين لحم خنازير، قلت له يا معوض المكتوب حلال. فدائما يقول أنا ما أثق بالمعلبات، يعني حتى لو كتبون عليه حلال منو قال حلال. فقلت لكم يعني طعمه شوية التوابل اللي بيه مغيرة طعمه، صار طعمه كلش طيب، شلون كأنما بيه حبة حلو كزبرة أو بيه هيل، يعني هيك تقريبا الطعم مالته. فحبيت أن أسوي بيه مخلمة، مع العلم أنا مجربة المخلمة بالدجاج ومجربتها باللحم العادي، وهذه بالمعلبات أيضا كلهم نفس الطعم. طبعا أنا بعدت القاعدة مالت الزيت عن الطباخ. طبعا أنا ما كملت لكم طريقة المخلمة، لأن تعرفون بعد يعني طبعا أنا بكل فيديو بنات، بكل فيديو أصوره لكم بالفطور أو بالسحور الكهرباء تطفى عليه، فأغلب المقاطع ما أطلع لكم شلون يعني هاي. فهنا من طفيت الكهرباء بعد ما كملت لكم الطريقة، بس هي عن طريقتها البصل وفلفل، يعني تخليهم يذبلون وبعدها تخلون عليها اللحم هيك شوية، يعني تقليبة خفيفة، وتضيفون عليها الطماطة والبهارات. خليت فلفل أسود ويا كمون وهذا ايش يسمونه، نسيته، بابريكا.
بس لا تتقيدون بالبهارات، يعني أي شي أي شي عندكم عادي، حتى لو 7 بهارات هذا مالت الجدر عادي خلوها 7 بهارات هم كلش طيبة تطلع. فأني ما أتقيد، اللي عندي أخليهم، ما عندي ما أخليهم. وبعدها أضيف الكاتشب. الكاتشب صراحة يعني إضافة مثل ما يقولون حسب الرغبة. بس حبيت بالطعم، كلش حبيتها بالطعم وصار يعني طعمها لذيذ. وصادف أني عندي طماطة قليل، يعني ما عندي هواية طماطة، فضفت عليها معجون وضفت عليها كاتشب. وبعد ما تستوي هذه الأشياء كلها آه، يعني هي بنفس الطاوة أخليهم على جهة، بس أبعدهم عن الزيت. وأضيف البيض. البيض الأغلبية يخلون البيض فوق المخلمة ويغطوها ويخلوها يعني هيجي تستوي لحالها وتصير مثل طبقة مالت كيك. أنا طريقتي المتعودة عليها مثل ما قلت لكم، أزيح الأشياء اللي طبقتهم مع بعض، الفلفل والطماطة واللحم، وعلى جهة أقلي البيض أقليه بالزيت، هي مالت هذه الأشياء اللي كلها يعني بيها بهارات وبيها بصل وبيها فلفل، فتقلل لي شوية من الزفرة، فيصير طعمها جدا لذيذ. وبعدها ما تستوي أضيفهم مع بعض. وهنا طفت عليه الكهرباء. طبعا بهذا الأثناء أني شلت الطاوة من الطباخ الكهربائي وانتقلت للغاز، وكملت يعني طريقة الطبخ. خليت الكاتشب وخليت المعجون وبعدها سويت البيض. المهم ان هذا الشكل النهائي شلون صار شكلها وطعمها بنات، يعني لذيذ وسريعة جدا سريعة ما تتوقعون شلون. انا كنت هنا تقريبا يعني ايش اقولكم نص ساعة على السحور، نص ساعة ضبط. بلشت اني اثرم وكملت يعني كملتها كلها، وحتى العصاير سويتهم. اندهت الجماعة بنات هذه طريقة الثلج تفوتكم فعلا تفوتكم. كنت هواي أشوف أجهزة، هذه الأجهزة اللي تطلع مكعبات ثلج أو تطلع دوائر ثلج. كنت يعني أدور عليها أقول أريد أشتري مثل هيك شي، بس بالصدفة عرفت هذه الطريقة اللي يجن المكعبات اللي يعني تشتروها من السوق اللي بألف. تجمدوها يعني تجمدونها وتخلون حافظة. شلون هذه الحافظة مخليتها بالمجمدة، من يجمد الثلج تكسرون يعني تطلعون هذه المكعبات تخلونها في هذه الحافظة. الحافظة تظل بالمجمدة، وانتم بس لازم ما تموعوها بمي، يعني ما تطلعون المكعبات الثلج بمي، لان اذا لاحن مي راح يلزقن شي على شي. فبس المكعبات تطلعوها من الحافظة وتخلوها بهذه السطلة، أي سطلة عندكم تخلوها بالمجمدة وتملونها. فتظل كلش هذه الطريقة مريحة، قلت أجربها وأقولكم. طبعا صار لي أسبوع تقريبا من جربتها، وقلت من أجربها أخلص والله أقولكم بيها. هنا أنا عندي فواكه البرتقال، يعني حتى قشرته لهم أريدهم بس ياكلون فاكهة، ما أعرف شنو إجاهم برمضان أبد ما ياكلون فواكه. يعني حتى البرتقال قشرته وهيك خليته له مشيف، يعني حتى بس يجون ياكلون. هذه الأعواد بنات الخشب كلش مفيدة للفواكه، يعني جدا جدا مفيدة، كلش حبيتها. هذه الأعواد هذا الكيس كله كامل ب1000 دينار، يعني أعتقد ب100 قطعة أو أكثر ما أدري. كلش هو. أنا جدا أعتذر على صوت الكناري اللي جاي يطلع ويا صوتي. طبعا الناس صار عندهن أرق لأن أني قاعدة، فهن أكيد طبعا قاعدات لأن مشغلة القلوب ما ينامن. هسه طفيت الأضوية وصار هدوء أكثر. طبعا بنات هذه التبخيرة بخرت البيت قبل الفطور مثل ما قلت لكم، بعد ما خلصت الطبخ وطفيت الطباخ، يعني بعد ماكو شي أقلي حتى يصير بالبيت ريحة، بس العصاير وسويتهم بعدين. بخرت البيت وأني أيضا تبخرت. ريحة البخور كلش طيبة، يعني ملت البيت كل المطبخ على غرفة المعيشة على غرفتي. مع العلم أني بخرت بس بالمطبخ وبغرفة المعيشة، لأن أكو المراية هي هذه المراية بغرفة المعيشة، بس الغرفة ريحتها صارت بخور كلش طيبة. ومثل ما شفت بنات هذا البشت شلون شكله باللبس كلش حلو، وبي بس 3 دقم من المقدمة، يعني بعد على طول البشت ما بي دقم مفتوح، فبس الدقم بالمقدمة. هاي شوفنا شلون بنات، بس 3 دقم هنا موجودات، وباللبس يعني هادئ ونازك. هنا أنا كنت أنتظر الأذان. المبخرة طبعا بعد هي البخور مالته كلش طيب، ويعني ما عندي شي قبل الأذان بعد ما سويت عصاير وقعدت. وأكيد ما ينزل من لساننا التسبيحات أو الصلوات على محمد أو الاستغفارات هذه باستمرار وانتوا قاعدين بنات بأي، يعني حتى لو انتوا بسيارة، انتوا بطريق، وين ما كان. وما يعني تتكلمون ويا شخص، أفضل لا تقولوا خصفنات. استغفروا.
يعني صلوا على محمد، سبحوا تسبيحة الزهراء، حتى لو ما عندكم سبحة سبحوها بأصابعكم. فخلوني أذكركم حبايبي وأريدكم تصلون على محمد وآل محمد بنية قضاء الحاجة وبنية شفاء كل مريض. ولهنا حبايبي أقدر أقولكم وصلت وياكم لنهاية الفيديو. أتمنى فيديو اليوم عجبكم واستفاديتوا من عنده واستمتعتوا بالمشاهدة. وإذا كنتوا أول مرة تشاهدون قناتي أتمنى قناتي تعجبكم وتكون عند حسن ظنكم تشتركون بيها. وإذا كنتم من مشتركيني ومن فراولاتي أريدكم تضغطون اللايك، لا تنسون اللايك. وإذا صادفكم إعلان أتمنى ما تتخطون الإعلان، فقط إذا كانت أغنية أريدكم تتخطوها وما تشاهدوها، حتى لو كانت هذا الشيء يفيد قناتي. أتمنى تتخطون الأغاني ما تتابعوها بالأخص بهذه فترة رمضان. أترككم في أمان الله وحفظه.